انا خايف منك، يعني انا خايف على اكل عيشي منك. يعني انت تقدر تعمل ايه كانتيريور ديزاينر انا ما اقدرش اعمله؟ فهمتك تماما وفريق الصعب. مع تطور التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي زي تشات جي بي تي ودال إي، ممكن يكون في قلق من تأثيرها على مجالات زي التصميم الداخلي. لكن في الحقيقة التكنولوجيا يمكن تكون أداة مساعدة جدا لو استخدمناها بشكل صحيح للحفاظ على مكانك كمصمم داخلي. هنا بعض الأفكار. واحد، التفرد في الإبداع البشري. الذكاء الاصطناعي يمكن يساعد في بعض جوانب العمل مثل توليد الأفكار أو التصاميم الأولية، لكن القدرة على فهم الذوق الشخصي، الثقافة والحاجات الخاصة بكل عميل هي حاجة يحققها الذكاء الاصطناعي نفسه. دائما تحتاج تصميم خاصة Many months later. في التصميم الداخلي تمام. ودمجها في شغلك خلاص شات جي مع بي تي ظهور استنى تقنيات جديدة. خلاص